الهلال يسعى لإعفاء ياسين بونو من المشاركة في كأس إفريقيا 2025. أفادت تقارير صحفية سعودية خلال الأسبوع الجاري بأن إدارة نادي الهلال تسعى إلى إقناع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد استدعاء الحارس ياسين بونو للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم 2025 المقررة إقامتها في المغرب. ووصل اليوم الأربعاء الحارس الدولي المغربي إلى مدينة الدار البيضاء قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات البطولة القارية، ومن المنتظر أن ينضم بونو خلال الأيام المقبلة إلى معسكر المنتخب الوطني في إطار استعدادات أسود الأطلس لخوض نهائيات كأس إفريقيا التي ستنطلق في 21 ديسمبر الجاري. ويعد ياسين بونو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة وليد الركراكي بالنظر إلى خبرته الدولية وحضوره المؤثر داخل المجموعة. 12 صفقة محتملة للأهلي في شهر يناير المقبل. يواصل النادي الأهلي البحث عن صفقات جديدة استعدادا لسوق الانتقالات الشتوي المقبل لتدعيم صفوف الفريق. ويتابع مسؤولي الأهلي عددا من الأسماء خلال الفترة الأخيرة لإمكانية ضم أحد اللاعبين في شهر يناير القادم. وحدد الأهلي المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في شهر يناير، حيث يرغب تروب في التعاقد مع مدافع وظهير أيسر ومهاجم. وهناك العديد من الأسماء التي ارتبطت بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء لاعبين محليين أو أجانب. 7 لاعبين على أبواب الرحيل من الأهلي في ميركاتو الشتاء. يستعد النادي الأهلي لاتخاذ قرار برحيل عددا كبيرا من الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير. ويبدو أن الأهلي يستعد لإجراء غربلة كبيرة في صفوف الفريق خلال ميركاتو الشتاء المقبل 2026 بعد أن وضع المدير الفني الجديد يسترب بعض اللاعبين خارج حساباته الفنية. أشرف داري يفاجئ الأهلي بطلب غير متوقع الأقرب للرحيل عن الأهلي في انتقالات يناير. ويعد محمد مجدي أفشة نجم وسط الأهلي وقائد الفريق السابق أبرز اللاعبين في قائمة الراحلين المحتملين، وذلك بعدما خرج من حسابات تروب. وينتظر الأهلي أن يجذب أفشة عروضا احترافية خارجية تمهيدا لرحيله بشكل مناسب عن صفوف الفريق. وتشمل قائمة الراحلين أيضا الثنائي الأجنبي أشرف داري ونيس جيردشارد، حيث يسعى تروب إلى التعاقد مع محترفين جدد بدلا منها. ويجري حاليا التفاوض مع اللاعبين لحسم رحيلهما بشكل ودي خلال ميركاتو الشتاء. ويتواجد أيضا في قائمة اللاعبين المحتملين للرحيل أحمد رمضان بيكهام قلب الدفاع المتوقع عودته إلى ناديه الأصلي سيراميكا كليوباترا بعد تراجع مشاركته مع الفريق، ومصطفى العشة الذي فشل في إقناع يسترب بإمكانيته خلال الفترة الماضية. ويتواجد أيضا أحمد رضا لاعب الوسط المدافع الذي ابتعد عن المشاركة مؤخرا. وأخيرا يتواجد عمر كمال عبد الواحد الذي لا يحصل على الفرصة كثيرا في ظل عدم تقديمه أداء مردود خلال الفترة الماضية. ويتوقع أن يبدأ الأهلي خلال فترة التوقف الحالية محادثات حسم رحيل الدفعة الأولى من اللاعبين المستبعدين تمهيدا لإتمام صفقة الشتاء وتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد. حقيقة طلب أفشة للرحيل عن الأهلي في يناير. يحاول النادي الأهلي السيطرة على سوق الانتقالات الشتوية وسط شائعات متجددة عن رغبة بعض اللاعبين في الرحيل. الجماهير تترقب أي تغييرات محتملة قد تؤثر على التشكيل الأساسي للفريق. المباريات المقبلة. وسط هذه الأجواء انتشرت مؤخرا أخبار حول طلب صناع الألعاب أفشة للرحيل عن الأهلي، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل. مفاجأة في عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك تبعده عن الأهلي. وفقا لما أكده أحمد شوبير عبر أون سبورت، نفى تماما ما يقال عن رغبة أفشة في مغادرة الفريق. شوبير قال أفشة جاله عرض، لا مفيش ولا طلب الرحيل عن الأهلي كما يقال في الفترة الأخيرة. التصريحات الرسمية تؤكد أن اللاعب ملتزم مع النادي ولا توجد أي مفاوضات مع أندية أخرى بشأنه. الجهاز الفني للأهلي يثق في أفشة
ويعتمد عليه في خطة المباريات القادمة سواء في الدوري المحلي أو البطولات الإفريقية. والمتابعون يترقبون استمرار أداء أفشل المميز في المباريات المقبلة الذي يعزز مكانته داخل الفريق ويقطع الطريق أمام أي شائعات مستقبلية حول انتقاله. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.